السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الأول الإعدادي، التعليم الجديد، الفصل الدراسي الأول 2026. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. طالب العزيز، بنت العزيزة، طالبة الصف الأول الإعدادي، ما تنساش تشترك في قناة السنة العربية وتنشر الفيديو لو ساعدتك، لأن نشر العلم فيه خير كثير. وبكم أبناء الطلاب، طلاب الصف الأول الإعدادي التعليم الجديد 2026، بكم قناة السنة العربية تبقى أكبر قناة على مستوى الجمهورية. نبدأ بسم الله. اتكلمنا على الفعل المجرد والفعل المزيد، اتكلمنا عن الفعل اللازم والمتعدي، اتكلمنا عن الفعل الصحيح والمعتل وقلنا أنواعه. النهارده بنتكلم عن حتة جديدة وهي ظن وأخواتها. ظن وأخواتها يا جماعة، الجملة في اللغة العربية يا اسمية يا فعلية. في الجملة الاسمية كان وأخواتها بترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إن وأخواتها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. لكن ظن وأخواتها بتدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر. تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. والأولاني بيبقى مفعول به أول منصوب، والثاني بيبقى مفعول به ثاني منصوب بالفتحة. تعال نشوف ونبدأ مع بعض. النهارده لما أجي أقول عندي العلم نور. العلم نور، العلم مبتدأ مرفوع بالضمة، نور خبر مرفوع بالضمة. طيب لما أقول ظننت العلم نورا. ظننت، ظن يا جماعة فعل ماضي مبني على السكون الاتصال بتاع الفاعل. تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع فاعل. العلم هتبقى مفعول به أول وكان في الأصل مبتدأ، ونور مفعول به ثاني منصوب. دي منصوب ودي منصوب. يبقى إذا ظن وخطب تنصب المبتدأ وتنصب الخبر، وكان بترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن بتنصب المبتدأ وترفع الخبر. لكن ظن بتنصب وتنصب، بس ما بيكونش اسمه خبر زي كان وإن، لكن بتبقى مفعول به أول ومفعول به إيه؟ ثاني. تمام. ظن وخطب في أفعال تفيد الرجحان، ودي كلامنا النهارده اللي هو حسب، زعم، خال، ظن. 4 أفعال: حسب وزعم وخال وظن. ظن، حسب، زعم، خال. ينصب المبتدأ مفعول به أول، وينصب الخبر مفعول به ثاني. اختبار تاخد بالك منه لما أقول لك اجعل الجملة الآتية منصوبة في المبتدأ ومنصوبة في الخبر، يبقى أنا أدخلها ظن واحد أخواتها. عندي الجملة بتقول إيه؟ العمل عبادة، وممكن برضو الصبر مفتاح. دولت أتعملهم لي وأشوفهم في التعليقات. ويبقى احنا كده لازم تاخد بالك من حتة في أفعال تفيد الرجحان من أخوات ظن. ظن، حسب، زعم، خال. تنصب المبتدأ بمفعول به أول، وتنصب الخبر بمفعول به ثاني. ما تنساش إن أنت تعمل التقييم اللي أنا قلت لك عليه، تكتب لي إجابة في التعليقات. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.